بنت في اول جلسه كانت بتحكي لي وبتقول لي ان هي وخطيبها بيحبوا بعض جدا، بس بعد كتب الكتاب بقوا يختلفوا كتير، وبقى دايما يقول لها في كل خناقه، حتى يعني لو خناقه عاديه، انا لما بقفل من حد بشيله من حساباتي فما تقفلنيش منك. دايما يعيد ويزيد ويكرر نفس النقطه مع كل خلاف كتهديد يعني عشان هي تلم الدور. الغريبه ان البنت دي بتقول لي وفعلا انا كنت بلم الدور وكنت باخد بالي من الحاجات اللي كانت ممكن تخليه يتقمص، ومع كل مره كانت بتلصم في العلاقه دي كان بيزيد ضغطه عليها. مع كل حركه ما تعجبهوش منها يروح يحكي لاخوها ولمامتها ويشتكي منها، وهي كالعاده بتروح تعتذر وتشرح وتبرر. وفي مره من المرات في خلاف يعني ما بينهم كده قال لها بعصبيه قدام مامتها احنا خلاص مش هينفع نكمل في حياه بعض، انا قفلت منك. في العادي كانت البنت دي بتاخد الكلام وتعديه وتقول عادي اهو بقين بيقولهم كل مره وبيرجع يروق. بتقول بس المره دي انا ما ردتش عليه، لا حايلته ولا اتاسفت له، وبمنتهى الهدوء شاورت له بايدي كده اللي هو معناها يعني مش مهم ويلا مع السلامه. خلص الموقف على كده. تاني يوم رجع يكلمها ويعاتب ويحاول يفتح مواضيع كالعاده يعني زي ما اتعودوا. اللي حصل ان البنت بتقول لي انا اللي حصل لي الاحساس اللي كان دايما بيهددني بيه لما بيقول لها لو قفلت من حد مستحيل ارجعه مكانه تاني، ومن غير تردد فسخت الخطوبه ونهت العلاقه دي تماما. لما سالتها هو ايه اللي حصل في الموقف ده مختلف، ما انت كل مره يعني كنت بتعديله، قالت لي المره دي لما قال لي كده قدام ماما حسيت اني اتفضحت، حسيت نفسي مره واحده في الشارع، كل الغشاوه اللي كانت على عيني اتشالت، وفهمت قد ايه السكن والامان اهم بكتير من الحب اللي بالمناسبه ما بقتش احس بيه ناحيته، خسرته في كل مره هددني بيها. وفعلا الشخص اللي انت مراهن على وجوده طول الوقت وحطه في جيبك زي ما بيقولوا هيجي يوم وطاقته هتخلص، وصدقني مفيش حاجه بتيجي فجاه.